المستشار هاني محمد الراوي 142 صوت. المستشار عصام عبد الوهاب 170 صوت. المستشار ابراهيم مصطفى 162 صوت. المستشار حسام ابراهيم السيد 163. المستشار احمد عبد الحليم 141. المستشار عبد الله السيد الجداوي 183. المستشار ايمن محمد عبد الغني 175. المستشار احمد عبد الوهاب سيد فرج 43. المستشار احمد عبد النعيم محمد الغرباوي 67. المستشار محمود هشام 186. المستشار علي احمد فهمي 164. المستشار زين 207. المستشار اشرف زغلول 105. المستشار وائل محمد موسى 122. المستشار محمود السيد محمود فرحات 175. المستشار محمد حنفي 128. المستشار ياسر ناجي 71. المستشار شوقي احمد الشامي 241. المستشار ايمن احمد فؤاد 126. والف مبروك للي فات. وتقدروا تكملوا بعض بلجنة منتفعين تساعد مجلس الإدارة إذا حبيتوا. نعلن التسعة الأولين اللي فازوا في المجلس الإدارة، والباقي هيبقى بترتيب الأصوات الاحتياطي. لو حصل عذر لأي حد واستقال من المجلس أو سافر جات له إعارة أو أي حاجة، يبقى اللي تحتيه بيتصعد عليه. لا بعدين كله موجود، كل الترتيب كله موجود. أول واحد اللي فاز رقم 1 المستشار الحسين ابراهيم 259. الثاني شوقي مع حفظ الالقاب كلكم، شوقي احمد الشامي 241. زين العابدين 207 نمرة 3. احمد البلتاجي 186 4. محمود هشام رياض 186 رقم 5. عبد الله السيد عبد الحميد الجداوي نمرة 6 183. عبد العزيز اسماعيل احمد 179 رقم 7. ايمن محمد عبد الغني ابراهيم 175 رقم 8. محمود السيد محمود فرحات 175 رقم 9. عصام عبد الوهاب. دول التسعة اللي هم نجحوا اللي هيشكلوا مجلس الادارة الجديد. اللي بعديهم هيبقوا احتياطي بترتيب الاحتياطي. اول واحد في الاحتياطيين عصام عبد الوهاب 170. علي احمد فهمي 174. حسام 164 ده رقم 2 في الاحتياطي. حسام ابراهيم السيد رقم 3 في الاحتياطي 163. ابراهيم مصطفى بكر 162 رقم 4. هاني محمد الراوي 142 رقم 5. دول الخمسة الاحتياطي اللي ممكن يتصعدوا. كده النتيجة انتهت، والف مبروك، وتمنياتنا المجلس القديم للمجلس الجديد بالتوفيق وانهاء المشروع ان شاء الله.